افتتح المعرض الرابع للإعلام وتكنولوجيا وسائل الاتصال والمقام في الرياض، والذي شاركت فيه كبرى القنوات والشركات الإعلامية من خلال أجنحتها في المعرض، بالإضافة إلى تواجد نخبة من نجوم الإعلام والدراما السعودية والخليجية وشخصيات اجتماعية بارزة، مما حول المعرض إلى تظاهرة إعلامية كبيرة شهدت تكريم عدد من ضيوف المعرض والذين يمثلون نخبة من نجوم الدراما السعودية والخليجية، بالإضافة إلى تكريم خاص حظي به رواد الإعلام السعودي. سعداء أيضا بالتواصل الجميل، أنه جميع الإعلاميين وأيضا صناع الميديا والدراما شفناهم هنا متواجدين. هذه كلها جميلة حقيقة، لا من ناحية التواصل ولا أيضا من ناحية الاطلاع على التقنية الحديثة في الإعلام والاتصال، وأيضا مثل ما أنت متعود وأنا متعود أن احنا مثل هاللقاءات هذه فرصة للزوار المعرض يشوفون خلف الكواليس. الحقيقة طبعا أنا ما كانت لي فرصة أني شفت المعارض اللي قبل كذا، لكن أتصور أنه في كل الأشياء أو الالتزامات اللي ممكن يحتاجها يعني الفرد أو يحتاجوها في الخاصة بالإعلام وبالتواصل. طبعا أشياء جديدة طبعا وأشياء جميلة وتقنية معروفة الآن، وأصبح هناك يعني ثورة في هذا المجال. فمهما كان هناك من أشياء تعرض، ما زال أمامنا أشياء كثيرة جاية في الطريق أيضا يجب أن نستعد لها. يعني هذه ثورة كبيرة في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات بهذا الشكل. معرض جميل ورائع، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح فعلا في هذا العمل اللي بيقوموا به كل عام. تكريم وايد، يعني الواحد يفتخر انه واحد يتذكره، وتكريم بحد ذاته والالتقاء بهذه النخبه من المكرمين والمكرمات. الى جانب المعرض، الصراحه المعرض عجيب جدا، الواحد يشوف القنوات الفضائيه ما شاء الله شنو التكنولوجيا الحديثه اللي قاعده تشتغل عليها. الحين ما في كاميرا ما هي HD، ما حد يشتغل، كله بالارقام وكل شيء، يعني اشياء وايد حلوه. الواحد خلاص بدا يعرف انه الواحد لازم يجاري العصر، لازم كل القنوات الفضائية يعني تكون على قد مستوى هذه التقنية الحديثة. المعرض الذي غص برواد الفن والإعلام شهد طرح 4 أوراق عمل للحضور والمشاركين من الإعلاميين، وذلك في عدد من التخصصات الهامة في المجال الإعلامي كالإنتاج التلفزيوني في المملكة والدراما السعودية، بالإضافة إلى ورقتي عمل الرياضة السعودية والإعلام الجديد والإعلام الجديد وإيصال المحتوى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إقامة أمسية شعرية للشاعر الكبير الأمير خالد بن سعود الكبير، الذي مارس تطويع المجاز لتكتمل به جمالية المعنى. والله يا أخي انطباع جدا يعني مسرور. أنا شفت البارح الافتتاح على التلفزيون، وسمعت أيضا الحضور كان جدا 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 ممتاز، يفوق ما كان متوقع، وينور الناس والمجتمع عن اللي حاصل عندنا، خاصة معظم يمكن الشركات اللي موجودة هنا معظمها سعودية. فبالعكس أنا أعتقد أنه معرض ثقافي علمي جميل جدا. معرض الإعلام ووسائل الاتصال الرابع كان امتدادا لسلسلة المعارض السابقة، والتي كان لها الدور الكبير في إطلاع الجماهير على أحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجالي الإعلام والاتصالات، لا سيما وأن المعرض يعتبر تظاهرة إعلامية سنوية تجمع معظم العاملين في الوسط الإعلامي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم المجتمع الثقافي والفني. والله أنا أشوفه معرض كويس، وما شاء الله القنوات أكثرها متواجدة، ونبغى نشوف إيش الجديد. يعني هو الحقيقة أهمية هذا المعرض أهمية كثيرة وفائدة كثيرة، لأني حتى رأيت طلاب الإذاعة والتلفزيون جايين هنا، بدل ما يقرؤون كتب يتطلعون على المعارض ويحاورون ويجدون فنانين ويجدون منتجين ويجدون أجهزة. هذا شيء طيب.